السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة ميرفت جمعة هنقدم لكم النهاردة طريقة عمل الزيتون التفاحي والعزيزي. كل سنة وحضراتكم طيبين. موسم الزيتون بدأ وبدأنا نشتري بقى ونخلل يعني. طبعا التفاحي بتبقى شكلها زي التفاحة كده المصري كده، ف بيبقى بيستوي عن العزيزي او العزازي يعني قبليه يعني. فجبنا تجيبي الكميه اللي انت عايزاها. قبل ما ابتدي ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ادي معانا زيتون تفاحي، شوفوا شكله زي التفاحه كده، بيبقى مليان لحم. بنجيبه بنشقه شقه كده وشقه كده بس نسيبه كده. غسلته، شلت العنقود اللي فيه كده وغسلته بميه بخل، وبعد كده حطيته كده كويس. معانا كميه الزيتون اللي انت عايزاها. طبعا التفاحي بيستوي عن العزازي، يعني لو بالمنظر اللي احنا عاملينه ده بيقعد مثلا شهر، تاكليه بعد شهر. لو انت دقيتيه، احنا عاملينه برضو في القناه اللي الدق ده، فلو انت دقيتيه بياخد ما بين 15 يوم 20 يوم. المقفول خالص، لو الزيتونه مقفوله خالص تاخد مده اطول، يعني اكتر من شهر. فاحنا شقيناه كده لان ده احسن وافضل طريقه اتعملت في الزيتون عموما. فانا معايا كميه الزيتون اللي انا عايزاها، هنزل بالجزر بشره جزء منه، بشره جزء وعامله شرايح جزء كمان. بصوا مقطعه كمان شرايح اهو، بصوا كده. طبعا بيبقى شكله جميل الالوان كده مع بعض اهي. بصوا مقطعين جزر برضو اهو كده، بيبقى شكله حلو اهو. تبشري بقى الجزر، مش مهم ان انت تزودي او تقللي، يعني مش بيأثر فيه، لكن اللي يأثر فيه هقولك عليه. معانا كرفس، ده شيء اساسي بقى، عايزه تحطيه. في ناس ما بتحبوش، فاحنا بتقطعيه عشوائي كده، ولما بيستوي مع الزيتون بيبقى جميل جدا، تاكليه حتى بالعيش كده. كويس. معانا الفلفل، انا شقاه، بصوا شقاه كده، مش لاقيه الفلفل الصغير بصراحه، انا بشقه شقه كده اهو، بس كده. بصوا مش لاقيه الفلفل الصغير اهو، شقه كده بس. ما تكتريش بقى في التفاحي الفلفل، التفاحي ما تكتريش في الفلفل، يعني تحطي فيه الكميه قليله جدا جدا. بصوا ما بحطش كتير اهو، مش كتير خالص فيه اهو. بنعمل كده بقى اهو، يعني بصوا انا حاطه تقريبا ربع كيلو فلفل، ما ياخدش كتير. بصوا اهو. طيب معايا ليمون اهو مقطعاه، بصوا شرايح، مقطعاه صغير نصين كده، مقطعاه كده عشان لو سبتيه صحيح بيبقى ني. بصوا اهو ليمون اهو، احط شويه وهرمي في البرطمان شويه برضو. معايا بقى هريسه، دي حسب الرغبه. بصوا فرموها اهي اهي. بصوا اهو، نقعد بقى نقلب فيه كده، نقلب كده بقى. بصوا كده. طبعا ده التفاحي هو اللي بياخد وقت شويه في ان انتي تحضري له حاجته دي. معانا بقى بصي، معانا كوبايه عصفر اهي، ميه سخنه سبتها، حطيت فيها معلقتين عصفر، ودي بعملها بتدي لون بقى في الزيتون. بصوا اهي. طبعا معانا عصير ليمون، بصوا بقى نعبي بقى كده البرطمان اهو. معانا توم، معانا عصير ليمون، معانا ليمون كياني اهو، ناخد شويه كمان اهو اهو. احط معلقه سكر صغيره خالص اهي مع الملح الليمون،
هيبقى معايا ايه مادة حافظة. ومعايا بقى الملح اهو. الملح خشن مش ناعم، مش البواكي اللي احنا بنجيبها، ده ملح خشن بيتجاب من عند العطار. بتحطي لحد ما توزنيها بالبيضة. يعني انا هحط دلوقتي اهو، ولما البيضة تطفو فوق كده بصي اقلب كده، وهجيب بيضة واحطها. احنا عملنا المدقوق في القناة، عملنا الصحيح وعملنا المشقوق. ده افضل انواع تخليل الزيتون. بصوا بحط كده وبحط البيضة غسلاها اهي. بصوا طالما البيضة نزلت كده يبقى عايز ايه لسه ملح. بصوا الملح القليل يخلي لك الزيتون يتهري. الملح القليل بصوا لسه ما ظهرتش كلها برضو، يبقى عايز ملح تاني اهو. فالطريقه دي احلى طريقه ان انت تخللي بيها اهي، ان انت تعرفي تعايري الملح اهو. طبعا الملح الخشن ملح اللي هو بيسموه الصخري او الرشيدي ده، فبتلاقيه هو اللي بيحفظ المخلل كمان. بتعمليه في الفسيخ كده، بتعمليه في كل الحاجات المخللات. بصوا لسه ازاي. تفضلي بقى تحطي لحد ما ايه ما تلاقي البيضه كده ايه طلعت فوق. بصوا بحط بقى البيضه اهي. بصوا طلعت على الوش اهي كده، اطمنتي ان الملح ايه بتاع مظبوط. هعمل كده في كل ما تعوزي تعملي كده، تدوبي الملح اللي في القعر ده قوي كده. بصوا كده خلاص كده. هعبي بقى في البرطمانات وارجع لكم تاني. بصوا عبيناه في البرطمانات اهو. ده التفاح حاطين على وشه شويه زيت وهنقفله. بصي لو عندك علق غطيان بلاستيك زي كده نروح جايبين عاملين كده. بصوا كده. طبعا لازم تغطي الزيتون بالميه المالحه كده. بصوا دخلوا كده في الاول هتلاقيه. بصوا انا عايزه الميه تغطيه كده اهو كده اهو. واجيب بقى الاكياس دي اهي واعمل عليها بلاستيك كمان اهي. لو عندي اكياس نايلون عاديه عادي مفيش مشكله، وبغطيه كده